مبروك للمغرب ومبروك ايضا لكل المغاربه ولكل العرب بهذا الانتصار. وطبعا نحن نعرف الملابس المغربيه لان المنتخب المنتخب المغربي السبب. الله السبب راي خضراء اجابه. المنتخب المغربي سجل من كره ثابته وسجل من لاعب مفتوح، يعني قادر على ان كل حالات ان يسجل فيها. شيء جيد يكون عندك حلول من كرة ثابتة، من الهجمات المرتدة، من بناء الهجمات من الخلف. دائما قوة المنتخب كما قلت كيكونوا عندك لاعبين مهاريين، ممكن كما شاهدنا الهدف الثاني المهارات الفردية مهمة جدا. يعني في مثل مباريات كبيرة هنا اللاعبين الكبار كما قلت اللاعبين المميزين، خصوصا اللاعب زياش عملية مراوغته عملية تمريرته للاعب بوخال اللي كان كذلك هو في التوقيت وفي المكان المناسب. الحلول دائما هي الحلول، عندما تعتصب احيانا حلول جماعيه تاتي الحلول فرديه، واعتقادي فوز مهم كما قلت ومبروك ان شاء الله. حقيقه الهدف يعني ملعوب بطريقه ممتازه جدا، مهاره من زياش بالفعل. اكيد مهاره زياش حقيقه. لابد ان نشيد كذلك بالعمل حمد الله لانه كان اول ما لمس الكره بالراس. وانا هذا ما اقوله، التمريره ما قبل الاسيست، الاسيست الاول يعني صح. اسيست للاسيست مع عمل زياش، مهاره الفنيه زياش من خلال تواجده في القائم الاول، تسديده بالرجل اليمنى، سجل الهدف الثاني، هدف اللي اراح المغرب ومنح 3 نقاط مستحقه. وايضا بخلال لمسه اولى ووضع الكره في الشباك وضمن فوز المغرب بهذه المباراه. هدف مقابل لا شيء، طبعا نتيجه اجمل من هدف مقابل لا شيء واوقع واكثر اقناعا.